في قرية صغيرة منسية بين الجبال الخضراء، ولدت حكاية عمي العربي، الرجل البسيط الذي حمل في عروقه نبض التاريخ وذكريات وطن لم يعرف الراحة. اسمه كان رمزا للتراث، أطلقه والده عليه تيمنا بجده العربي الذي كان يعرف بحكمته في زمن مضى. نشأ العربي تحت رعاية والده الذي كان شيخا معروفا في القرية، يمضي وقته بين العمل في الحقول وتعليم أطفال القرية فنون الحياة، من الزراعة إلى الأخلاق، ومن الدين إلى العادات. كان يلقنهم مبادئ الصبر والاحترام، ويحرص أن يرثوا منه صفات أجدادهم. نشأ العربي محاطا بهذه القيم، فشب قويا جسدا وروحا، عاشقا للأرض، مؤمنا بالعدل، وحاملا راية الكرامة. حين اشتعلت نار الثورة ضد الاستعمار، كان العربي شابا لم يتجاوز 17، لكنه كان ذا عزيمة تسبق سنه بعقود. التحق بصفوف المقاومين في الجبال، حاملا البندقية إلى جانب من اعتبرهم أشقاءه في النضال. قاوم الجوع والبرد والخوف، وتشبع قلبه بمرارة الفقد حين رأى أصدقاءه يسقطون أمامه، لكنه ظل متمسكا بالأمل، متأملا يوما ترفع فيه راية الاستقلال فوق أراضيهم. بعد سنوات من الكفاح، جاء اليوم الذي تهاوى فيه الاستعمار، واحتفلت البلاد باستقلالها. حينها كان العربي عائدا من الجبال، جالسا في قطار يقطع الجسور بين الماضي والمستقبل. وحين عبر القطار فوق الجسر، ألقى العربي سلاحه من النافذة، متنهدا تنهيدة طويلة حملت كل ما عاناه في السنوات الماضية، وكأن هذا السلاح كان عبئا لابد أن يتخلص منه ليبدأ حياة جديدة. لكن تلك الحياة الجديدة لم تكن كما تخيلها، فقد وجد العربي نفسه غريبا وسط الأنظمة الجديدة التي لم تعترف بنضاله ولم تفهم تضحيته. لم يكن يعرف كيف يتعامل مع البيروقراطية التي تطلب منه أوراقا لإثبات كونه مجاهدا، أوراقا كانت تعني له استعادة شيء من كرامته، لكن ما لبثت أن تحولت إلى متاهة بلا نهاية. مع مرور السنوات، أصبح العربي رمزا صامتا في القرية، رجلا يكبر ويذبل مثل شجرة قديمة، يتذكر أيام العز، ويتحسر على أصدقاء سقطوا، وأحلام لم تتحقق. وحين بلغ الكبر وحل به المرض، نسي كل شيء، حتى أسماء أبنائه. فقد الذاكرة، لكنه لم يفقد حنينه إلى الجبال. كان يجلس في مكانه بملابسه البسيطة، يتحدث مع نفسه وكأنه ما زال هناك في الجبال، مع أولئك الذين فارقوه منذ زمن. كان أهل القرية ينظرون إليه باعتباره رجلا فقد عقله، لكنهم لم يروا ما في قلبه من أحزان، ولم يفهموا ما الذي يدفع دموعه للنزول، أو لماذا تظل عيناه تحملان بريق الحرية الذي لا يخفت أبدا. قصة عمي العربي قد تكون خيالا، لكنها أيضا صورة من واقع رجال عاشوا وماتوا حاملين أثقالا لن يدركها